صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وتعالوا نعمل الممبار بطريقة سهلة جدا. الرز يطلع مفلفل واخد لون دهبي خطير أحلى من بتاع المطاعم، بس أهم حاجة نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجه هحضر التسبيكه بتاعه المحشي. فحطيت ربع فنجان من الزيت، وجبت ليا كده قطعتها قطع صغيره، ونزلت بكميه بصل محترمين، ونزلت بفلفل رومي وفلفل حار بيخلي الخلطه بتاعه المحشي طعمها حلو جدا. وبعد كده نزلت بالبهار، كمون وفلفل اسمر، وحطيت ملح وحطيت كزبره ناشفه بتخلي الخلطه طعمها حلو جدا، وبهارات المحشي. وحطيت معلقه كبيره من البابريكا عشان تعزز لي اللون بتاع التسبيكه. بشوح كده البهار بحمصه مع البصل بيدي نكهة حلوة جدا. وبعد كده طبعا جبت الطماطم غسلتها كويس بس ضربتها في الكبة. انا عايزة الطماطم تكون خشنة هي والبصل. وبعد كده بنزل بمعلقتين كبار من الصلصة عشان اعزز اللون بتاع التسبيكة. وبقلب الكلام ده كله وبسيبها بقى براحتها خالص تتسبك على نار هادية كده، تتسبك براحتها. هنعرف منين ان التسبيكة اتسبكت؟ هتلاقي المادة الدهنية طلعت على الوش كده، يبقى كده تمام. شايفين لونها تحفة تحفة تحفة، وريحتها بقى كانت خطيرة. بعد كده غسلت الرز سبته يتصفى ونزلت بيه، وهنا بقلب الرز مع التسبيكة وبسيبه كده لمدة 5 دقايق. وكده الخلطة بتاعت المحشي بتاعتك مستحيل يكون فيها مية وتكون صيصة، عشان الرز لو فيه اي مية موجودة في التسبيكة الرز بيشربها على طول. بفضيه بقى في صينية وبسيبه كده 10 دقايق يهدى. وبعد كده بنزل بالخضرة، بس غسلتهم كويس جدا بالملح والليمون والخل. شمعة منورة. جبت الممبار بقى وهنحشيه، وعشان الممبار ما يفرقعش منك ما تملهوش رز كتير، يبقى مهوي كده مش مكبوس رز، والاطراف تبقى فاضيه علشان اول ما ينزل في الميه السخنه يقفل على طول والرز ما يقعش منه. هنحط حله على النار فيها ميه بتغلي، ولازم الميه تكون بتغلي كويس جدا. وبعد كده بنزل بالممبار، وبحط كمان بصل مفروم، وبحط ملح وكمون، وبسيبه تبارك الله استوى وتحفه التحفه. ولا فك ولا كش ولا اي حاجه، خطير ولا فرقع كمان. بصفيه كده وبطلعه، وكده ما شاء الله تبارك الله زي ما انتم شايفين خطير. تعالوا بقى نقلي الممبار علشان يديكي لون الذهبي الخطير. لازم الزيت يكون كتير، ولو انت مش حابه ان انت تقليه بزيت ممكن تجيبي صينيه وبتدهنيها زيت بسيط كده، وتدهني الممبار زيت وتدخليه الفرن بيبقى ذهبي وجميل جدا. شايفين ما شاء الله تحفه، مفلفل وخطير. شايفين خطير، تحفة جميل جدا. جربيه، انا واثقة ان شاء الله ان هو هيعجبك. وسلم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.